المكان الغامض اللي في قلب المحيط الأطلسي بين فلوريدا، بورتوريكو وبرمودا، واللي صارت حواليه قصص وأسرار مش هتصدقها. تخيل معايا منطقة كبيرة بالعالم بس دايماً بتشهد اختفاءات غريبة لسفن وطيارات. عاوزين تعرفوا الحكاية؟ يلا بينا. أهلاً بيكم في حكاية في 3 دقايق، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مثلث برمودا. من غير أي أثر أو تفسير واضح، أشهر قصة هي رحلة 19 في سنة 1945. 5 طيارات تدريب أمريكية اختفت فجأة في السماء. فجأة. مش بس كده، طائرة الإنقاذ اللي خرجت تدور عليهم اختفت هي كمان. تخيلوا الرعب والصدمة اللي حصلت وقتها، والناس كلها بتسأل إيه اللي حصل؟ ليه؟ وكمان في قصة أغرب من كده حصلت قبل كده بكتير سنة 1918 لما سفينة USS سايكلوبس اللي كانت محملة بمواد خام ومئات الركاب اختفت في قلب المثلث من غير ما تبعت نداء استغاثة ولا سيرة لها بعد كده. كان الطقس هادي، ما كانش فيه أي عاصفة تخلي السفينة تغرق، واللي زاد الغموض إن ما فيش أي خطام أو جثث انلقوا. لحد النهاردة العلماء معرفوش السبب الحقيقي للاختفاء ده، بس طبعاً العلم قال إن المنطقة دي فيها عواصف غير منتظمة وأعاصير ممكن تضرب فجأة، وكمان في ظاهرة غريبة في القاع بتخلي ميثان يطلع من تحت البحر ويغير كثافة المية، والغاز ده ممكن يخلي السفن تغرق بسرعة. وفي اضطرابات مغناطيسية بتخلي يدي أجهزة الملاحة تتوه والطيارين والبحارة يضيعوا. بس مش كلها أحداث علمية، في قصص خيالية وأسطورية بتقول إن المثلث ده هو باب لأبعاد تانية، أو حتى مكان فيه نشاطات فضائية وأضواء غريبة بتظهر في السماء. وناس كتير بتحكي عن ضباب غريب ورؤى مش معتادة حصلت في المنطقة. وأنا هقول لكم قصة الطيارة الفرنسية ستار تيتش اللي وصلت تقول إنها دخلت المثلث وواجهت ضباب وأضواء مش واضحة، وفضلت مختفية شوية قبل ما ترجع فجأة وتمشي كأن مفيش حاجة حصلت. قصص زي دي بتخلي الحدث أغرب وأكتر إثارة، علشان كده كل ده خلى مثلث برمودا موضوع مثير للخيال العلمي، الأفلام، الكتب والقصص المرعبة، والناس لسه بتسأل هل ده مجرد صدفة وراها أشياء تانية ولا حقيقي في حاجة خطيرة بتحصل هناك؟ المسألة لسه غامضة، والعلماء بيتابعوا الدراسات والبحث عشان يلاقوا تفسير لكل الظواهر دي. كنت معاكم نور، حكاية في 3 دقايق.